السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابع قناة الشيف خالد، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. النهاردة زي ما وعدناكم جبنا طريقة عمل البسكوت، حاجة روعة. كيلو البسكوت دلوقتي عامل 200 جنيه برا. احنا جبنا لك المقادير دي، هيوقف عليك الكيلو بحوالي 100 جنيه، ممكن اقل كمان لو عملت كمية كبيرة. كل الطريقة بتاعتنا والمقادير بتاعتنا معمولة بالكوباية بالجرام. تابع معانا الطريقة، شوف البسكوت عامل ازاي، حاجة روعة. بسكوتة حلوة وهشة، الرسمة بتاعتها زي ما هي موجودة، وحاجة معمولة في البيت. كنا عملنا قبل كده الكحك العيد، وعملنا الغريبة، وعملنا البيتي فور، وهنعمل ان شاء الله الكحك تاني. فلو عايزين تعرفوا كل الطريقة بتاعته والمقادير بتاعته تابعونا على القناة. ما تنسوش الاشتراك واللايك عشان نوصل لأكتر عدد، وكل سنة وانتم طيبين. معانا كده 650 جرام دقيق بالكوباية، 5 كوباية. خلي بالكم ان الكوباية اللي عايرت بيها السكر هي اللي بعاير بيها الدقيق، هي اللي بعاير بيها كل المقادير. كده احنا بنقول بالجرام وبنقول بالكوباية. معانا هنا كوباية ونص سكر بودرة، دول تقريبا عاملين 250 جرام، يعني ربع كيلو سكر، ربع كيلو سكر بودرة. معانا زبدة، نص كيلو زبدة، 500 جرام. وعندي لبن نص كوباية، تقريبا 120 جرام. هنحتاج 2 فانيليا. وعندي 8 جرام بيكنج باودر. وعندي 2 بيضة. يلا نبدأ مع بعض. أول حاجة هنحط الزبدة بتاعتنا. الزبدة طبعا بدرجة حرارة الغرفة سايحة. هندي ضربة بالمضرب الأول. نحل الزبدة بتاعتنا. كده احنا وصلنا شوية، حطيناها للقوام ده. هنزل بعد كده بالسكر. هنزل بالسكر، هنخله برضو عشان لو في اي تكتلات مش محتاجينها. كده نزلنا بالسكر مع الزبدة، هنضربهم تاني بس نلم الحواف بتاعتها. هنضربهم لحد ما يوصلوا معانا اللون الكريمي. هننزل بالبيض، بيضة مع الفانيليا، هنضربهم لحد ما يختفوا. هنزل بالبيض التانية. نضيف الفانيليا. كده خلاص مهمة المضرب خلصت. ده القوام اللي احنا وصلنا له، والشكل زي ما احنا شايفين كده، لون الزبدة فتح تمام مع البيض مع الفانيليا. هننزل دلوقتي بالدقيق. هنزل بالدقيق، بسم الله. هخلي شوية بس من الدقيق في الاخر كده. نبدأ نقلب، بسم الله. لازم بقى نخش بايدنا.
هنزل بباقي كمية الدقيق معايا اللبن. بسم الله. البيكنج باودر. نلم العجينة بتاعتنا. هحتاج شوية دقيق تاني قد ربع كوباية لحد ما العجينة تمسك معايا كده. خلاص العجينة طبعا بتبقى طرية عشان نشتغل بيها بالكيس. تمام. انا زودت بتاع نص كوباية دقيق. هناخد دلوقتي نجرب بيه الواحدة كده، هنشوف العجينة بتاعتنا مظبوطة، محتاجة دقيق، محتاجة اي حاجة قبل ما نشتغل. فانا دايما بعمل واحدة وارميها في الفرن نشوف النتيجة بتاعتنا ايه. هنبدأ نقطع واحدتين كده ونشوف. بسم الله. هندخلهم الفرن ونشوف النتيجة بتاعتهم وبعد كده نشتغل. دي كده النتيجة بتاعتنا بعد الاختبار. الرسمة زي ما هي، ما فرشتش فكده نتوكل على الله ونشتغل. انصحك دايما تعملي الخطوة دي قبل ما تشتغل بدل ما تخسري العجينة كلها. ودايما احنا بنشتغل بمقدار صغير. عجبك المقدار جربي في المقدار الصغير، عجبك دبلي عليه بك، يعني كملي اضربيه في 2 في 3 في 4 زي ما انت عاوزة، بس انت جربتي الاول. هنبدأ بقى. بسم الله. قدر الامكان نخليهم مساويين بعض. كده زي ما احنا شايفين. نبدأ ندخلها دلوقتي في الفرن على طول، في الفرن في الرف الأوسط. يلا نشوف النتيجة بعد كده. كده بعد ما طلع من الفرن تاخد من ربع ساعة لتلت ساعة على حسب الفرن بتاعتك. شوف النتيجة عاملة ازاي. الرسمة بالظبط مظبوطة، مفيهاش أي حاجة. تمام. الارتفاع بتاعه برضو. زي ما بقولك جرب الأول المقادير وبعد كده قرري تعملي الكمية اللي انت عاوزاها. شوف. وبالهنا والشفا.